وهنا وصلنا لمحطة مصر. محطة مصر دي من أقدم المحطات السكك الحديد في أفريقيا. ودلوقتي هنتوجه لشباك التذاكر. أخيرا جبنا التذكرة وركبنا القطر والقطر سحب مينا. يا ترى احنا رايحين فين دلوقتي؟ احنا رايحين لمدينة ال5000 شهيد، مدينة البهنسة التابعة لمركز بني مزار. يلا بينا نكتشف المكان اللي قامت المعركة بين المسلمين والرومان. وما تنسوش لايك وشير كتير. يلا بينا. وأخيرا وصلنا بني مزار. يلا بينا نبدأ. هنا البهنسة، أرض ال5000 شهيد. هنا من أكبر المعارك اللي دارت بين المسلمين والرومان سنة الفتح الإسلامي سنة 22 بقيادة القيس ابن الحارس. تعال نرجع كده القصة من الأول. عندما انتهى سيدنا عمرو بن العاص من فتح الإسكندرية والقاهرة والجيزة ووجه بحري، أراد أن يستكمل الفتح جنوب مصر، أراد أن يفتح منطقة الصعيد. كان هناك في منطقة الصعيد يعتبر أكبر حصنين الرومان في إهناسيا في بني سويف والبهنسة في بني مزار. فأرسل يأخذ الإذن من سيدنا عمرو ابن الخطاب، فأرسل معه جيش مقداره 10,000 جندي بقيادة القيس بن الحارس. وعندما جاء القيس بن الحارس معه 10,000 جندي وهم من الصحابة والتابعين الأجلاء، قامت أكبر المعارك هنا في البهنسة اللي استشهد عليها واشتدت المعركة. استشهد على أرض البهنسة هنا 5,000 من الصحابي، على رأسهم سيدنا سليمان ابن خالد ابن الوليد، وسيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا جعفر ابن سيدنا عقيل ابن سيدنا علي بن